زلالي سفاهات مجير مززز الحمد لله الكريم ذي المنن على استغالي بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على استغالي بفروض وسنن شكرت لأنه قد ساقني لوطن به نفعني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هزف بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والأمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بالفراد يقتدى في السر والجهر يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فسال دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد الخير والشفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داعٍ عن شكرك لئيم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي للتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما أهتديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد شرواك فجئت لليوم بخير منني وخذني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كان ابتداء الناس يدخلني في شرك الخناس وكدت للأمداد والإقرار أزهد في التأليف والإقرار وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم فقلت ذا سر وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليسعوا في سريعا أجمعان يا بر يا غفور يا حليم إني يقول تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم مقبول يا مالكي يا خالق الأنام أمن هوايا خليل المنام يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام
fa abadan
Digal
والتصديق بحرمة المحمد
wa
وكل فائد وكل فاسد وكل خامل وكل فاسد وكل حاسد وكل شاري وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر النعيم والأرض والبر وشر الماء وسوي ذنبي وعين أبا وطهر القلب وصفي الجسد وأبي القيام في الليالي وصوم في النهار في الإيمان وخلي الدين من الرذائل وكل جملي في الفضائل وذكر في وفضل في الياء فنحن في الإراد الإسلام وليا وسامة ونورا وفي الصراط يسر المرورا وأبليا بسر كل حين
ونجني من شر كل مجرم وارني بطاعة وتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتخرج الأخيار بالفؤاد وادخل الأنوار في جهادي وكن معيني على ما يصلح وتكفني جملة ما يخبر وترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان وذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والغيان والسعادة وأصلح الأمة خير المرسلين وفرج عنهم جميعا يا عليم وارحم وفارس المعاف كلهم ونجهم وتقهم واغفر لهم واجعل يا ربي بناك من عباد يدك عرضا ونصيبا في تمام ويا جميع حركات لك وسكنات طاعة بفضلك ويا حياتي ومماتي بالسنن والفرد والمندوب سرا وعلنا واجعل مماتي راحة لي من نصار ومن جوى ومن غرام ووصال وعمل يعمل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرا سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هادك مريد ومنفعا لكل هاد مسلمين ومنفعا كل هاد مجرمين وهجة لمن بدون اهتدى وهجة على مخالف الخلاء وملبا لتاس رهيب وملبا لتاس رهيب وملبا لسنن الجبال ومدركا لسبل الابتداء ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل دين وسببا لفتح خير غيب وسببا لدفع خير الغيب وأنت وجه الأرض لرزق الرحمن ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار
وانفر الوباء والبلايا كلها
فليكن حسنا وتابا يا سماء تولني ولا تكلني لأحد ورب جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليهب حسن الختام لك وتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة وتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة وتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة وتصرف الصلاة